الشخص اللي انت ظلمته، ها، تقول بكرة تعدي الأيام وينسى، عادي، ايه المشكلة يعني؟ انت ما تتخيلش ظلمك ده أثر عليه وأثر على حياته وأثر على الناس اللي معاه، وأثر على انت مستهون بالوجع اللي هو فيه ومستهون بالأذى اللي انت أذيتهوله. شوف أثر على كام شخص عنده في الأسرة بسببك، بسبب ان انت بتقول عادي، تلاقي الموقف اللي انا عملته ده مرة الكرام وخلاص. الكومنت السلبي اللي انت بتحطه للشخص عشان تأذيه ده هيشهد عليك يوم القيامة. الكلمة اللي انت قلتها بقصد ان انت بتقول يا عم ما تكبرش الموضوع، انا بهزر، انت قفوش كده ليه؟ وانت اصلا في نيتك انك انت تأذي الشخص اللي قدامك. مفيش حد عبيط، مفيش حد عارف هو بيخرج ايه وبيقول ايه وقصد ايه وما يقصدش ايه. مفيش حد مش عارف ان هو بيأذيك. لا، كل انسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليه عقل بيميز بيه. انت عارف ان انت اذيت الشخص ده بس بتستعبط وبتقول ما حصلش حاجة. فخد بالك، اعمالك دي كلها وافعالك دي كلها ربنا سبحانه وتعالى مش هينساها لك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينيك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم أو لن تنم، لن أبدا أبدا. فخد بالك، الناس اللي انت ظلمتهم وبيدعوا عليك كل يوم، افعالك اللي انت بتقول انا هطلع صدقات وهعمل خير وهعمل كل ده سراب يا معلم. كل ده هيتاخد منك حسنات يوم القيامة، هيتقدم كده على طبق من ذهب للشخص اللي انت ظلمته عشان يقتص منك يوم القيامة. الشخص اللي انت استهونت بأذاه، اللي انت قلت لا عادي ده مكبر الموضوع، ربنا ما بينساش. لو انت نسيت، ربنا فوق مش ناسي، والمظلوم مش ناسي. ما بين الأذان والإقامة والصلاة وكل سجدة وكل همسة وكل نفس ووقت الأذان والثلث الأخير من الليل، ده انت متظبط دعاوي يا باشا وانت نايم في العسل. بس كل التعقيدات اللي في حياتك دي وكل الحاجات اللي هتحصل لك في حياتك دي اعرف ان هي من ذنبك، من ان انت أذيت حد. الحق روح صالحه وروح اعتذر له، لعل وعسى يمكن يسامحك ويمكن لا. السلام عليكم.